يا أهلا بيكي في بودكاست قلب واعي. حلقة جديدة النهاردة بنتكلم عن إزاي تجهزي نفسك وبيتك لاستقبال الخير والوفرة. في ناس كتير فاكرة إن الخير بيجي بالحظ، وإن الوفرة نصيب، وإن في ناس ربنا فتحهم عليها وناس لأ. بس الحقيقة أهدى وأعدل من كده بكتير. يا جماعة، ربنا كريم، ومفيش كرم من غير نظام، ولا عطاء من غير حكمة. الخير مش عشوائي، الخير بيدخل الأماكن اللي بتعرف تحافظ عليه واللي تستحقه. زي المية بالظبط، لو الكوباية مليانة للآخر مش هتستقبل ولا نقطة زيادة. واحنا جوانا مليانين، بس مش مليانين خير، مليانين قلق وخوف وتوتر وشك واستعجال. فهنا احنا محتاجين هدنة، ومحتاجين نقعد مع نفسنا ونفرغ كل الطاقات السلبية دي علشان نقدر نستقبل طاقات الخير والوفرة. محتاج نتنازل عن كل ذكرى وحشة، وعن كل طاقة تقيلة على قلبنا، وعن كل حاجة سلبية ساكنة جوانا من سنين. محتاجين نتنازل عنها ونفرغها من جسمنا ومن قلبنا وعقلنا. احنا بنقول يا رب وسعها علينا واحنا من جوانا مقفولين. علشان كده اول تجهيز حقيقي هو انك تفتحي قلبك للثقة، وتفتحي صدرك للتسليم، تفتحي ايدك بدل ما تكون مقبوضة على اللي راح. وربنا قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني الرزق مش تحت سيطرتك، ولا محتاج قلقك ولا خوفك. المطلوب منك بس تبقي جاهزة انك تستقبليه، وعندك مكان ومساحة ليه. في حاجات ربنا بيشيلها عشان يفضي مكان لحاجة أنظف، وهنا بيجي دور البيت. البيت مش مجرد مكان ننام فيه وبس، البيت شاهد على كل حاجة جوانا، وعلى نوايانا، وعلى أفكارنا. يعني بيت مثلا مليان صراخ وعجلة وتوتر وتأفف، صعب الخير يقعد فيه. مش لأن ربنا مش قادر، لكن لأن القلوب مش جاهزة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث شريف: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب هنا مش بس في الفلوس، الطيب في الجو وفي الكلمة وفي النية. وانت في بيتك اسألي نفسك: هو البيت ده فيه ذكر ولا كله شكوى؟ فيه شكر ولا كله تذمر؟ فيه امتنان ولا كله نسيان؟ مش مطلوب منك ابدا غير انك تقولي الحمد لله بصدق، وابتسامة في وش اللي قدامك، وهدوء في الكلام حتى لو التعب موجود. دي عبادات، بس احنا نسينا شكلها. وانت بترتبي بيتك افتكري انك بترتبي نيتك وطاقتك. كل حاجة بتتشال من غير حزن بتفتح باب جديد. كل حاجة بتتساب بوعي بتقول أنا واثقة إن اللي جاي أحسن. الوفرة بتحب الناس اللي مش مرعوبة، اللي مش ماسكة في الحاجة لحد ما تتكسر في إيديها. وفي نقطة مهمة قوي: الوفرة مش دايما زيادة، أحيانا الوفرة إن اللي عندك يكفي. وربنا بيقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والزيادة هنا مش شرط تكون رقم أو مال، ممكن تكون بركة. البركة إن التقليل يريحك، إن اليوم يعدي من غير ما يحرقك، إن البيت يبقى أمان مش ساحة قتال. وفي الآخر، الاستعداد للخير مش خطة طويلة ولا قائمة مهام. الاستعداد الحقيقي انك تبقي هادية، وتبقي راضية، مستسلمة لكن من غير كسل، وواثقة لكن من غير غرور. جهزي قلبك بالرضا، وجهزي بيتك بالنية الصادقة، وسيبي الخير يلاقيكي، لأن الخير عمره ما ضاع من على باب قلب مؤمن. وكلنا نقول: يا رب احنا مستعدين بنية صافية وبقلب صافي لاستقبال الخير والوفرة والرزق. ودايما نكرر آية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. مش هطول عليكم الحلقة دي، ولو الحلقة عجبتك هفرح قوي لو عملتيلي لايك وكومنت واشتركتي في القناة.